كورسات ازاي يتعامل مع السوشيال ميديا والتدريب. طيب هل لقى حد يساعده لو استك احنا مش كاملين، يعني اكيد هنستك هنقع، هنبقى عندنا مشكلة مش هنعرف نحلها. هل عنده محوط نفسه بناس بيساعدوه، ناس بيقفوا جنبه؟ فاللي داخل مجال الاونلاين هيفكر في كل الحاجات دي، هيفكر فين الكورسات اللي اخدها عشان ابتدي، فين الخبرة اللي اقدر استقبلها علشان ما اقعش، فين الناس اللي تقدر تساعدني، فين المنتجات اللي فعلا اقدر ان انا اقول هي دي اللي هتنجحني واشتغل فيها وتديني هاي تيكتس. وادور كمان على سيستم يساعدني ان تسهل عليا الامور، يعني مش كل حاجه اعملها بايدي، اكيد انا بدور على سيستم. فاللي داخل بيدور على حاجه اونلاين، اوكي، هو هيعمل كل ده. طيب الاونلاين بيزنس بتاعنا عمل اوريدي كرييت كل ده in one package in one box، وعطاه زي كده حد رايح عايز يسوق عربيه. هل لما بنروح نسوق عربيه مثلا بنركب الاجزاء، بنجيب جزء من هنا والموتور من هنا والدركسيون ويلا؟ لا، انا باخد العربيه على المفتاح، هي اوريدي كل حاجه فيها متظبطه، الكهرباء كل شيء، انا بحط المفتاح بتشتغل العربيه. نفس نظام البيزنس بتاعنا، هي اوريدي كرييت everything in one package. التدريب، الشخص بدل ما يروح ياخد كورسات بره يتعلم، وفي ناس كتيره بتعرض خدماتها على السوشيال ميديا ازاي تعلم ازاي تكسب من الاونلاين. من التدريبات دي، التدريب اوريدي موجود في البيزنس الاونلاين. طيب محتاج سيستم، محتاج ويب سايت، محتاج حاجات جاهزه تتبعت للناس تشرح البيزنس، محتاج كاستمر سيرفيس بتراعي عمليه السيلز، كل ده البيزنس مجهزه وموجود. طيب المنتجات اللي فيها هاي تيكتس،